المشاهدين في ملفنا الثاني. الأنظار تتجه إلى مخيم اللاجئين الصحراويين في تندوف، حيث ينطلق المؤتمر العام السادس عشر لجبهة البوليساريو، والذي يهدف إلى انتخاب قيادة جديدة ورسم استراتيجية سياسية وعسكرية جديدة. مؤتمر ينعقد في وضع استثنائي، لا سيما وأن التوتر المغربي الجزائري يتصاعد. وعلى الرغم من المخاوف من أن يؤدي تغيير قيادة جبهة البوليساريو إلى تصعيد عسكري مع المغرب، إلا أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استبعد إمكانية نشوب حرب بين المغرب والجزائر بالنظر إلى ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية من تهديدات على النظام الدولي، داعيا إلى تهدئة الأوضاع بين البلدين. إذن ما أهداف المؤتمر المنعقد في تندوف، وإلى أي مدى سيؤدي انتخاب قيادة جديدة إلى تصعيد عسكري مع المغرب، وكيف تتابع الرباط هذا المؤتمر؟ نناقش بعد التقرير. جبهة البوليساريو تضع اللمسات الأخيرة على انطلاق مؤتمرها العام السادس عشر غدا وحتى السابع عشر من الشهر الجاري، مؤتمر تستضيفه مدينة تندوف الجزائرية، وعلى بساط البحث عدد من الملفات وصفها مراقبون بالمفصلية. أولها انتخاب رئيس للجبهة خلفا لإبراهيم غالي، والثاني اختيار استراتيجية جديدة في المسارين السياسي والعسكري. وبالتالي فإن أنظار المغرب والجزائر كما الضفة الشمالية للمتوسط الاتحاد الأوروبي جميعها ترحل إلى المؤتمر، فإما قيادة ونهج جديدين عنوانهما المرونة والاعتدال، أو الإبقاء على القيادة والنهج المتشددين تماشيا مع الجزائر التي قطعت العلاقات مع المغرب. وعلى ضوء ذلك دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى التهدئة بين الجارين اللدودين، مستبعدا نشوب حرب بينهما. كما يعقد المؤتمر في ظل ظروف استثنائية أبرزها استئناف الكفاح المسلح للبوليساريو، وأخرى دولية متغيرة لها انعكاسات على قضية الصحراء، إضافة إلى ذروة نشاط الدبلوماسية المغربية في محاولة إقناع المزيد من الدول وخصوصا الأوروبية منها بدعم رؤيتها في حل القضية. ملفات لا بد وأن تتأثر بمخرجات مؤتمر البوليساريو، ولهذا السبب يترقبه الجميع. التعقيد والحساسية. ولنقاش هذا الملف أرحب بضيوف ينضم إلي من الرباط: عبد الفتاح نعوم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أهلا بك معنا. كما ينضم إلي من باريس الباحث في معهد دراسات الأمن في أوروبا الأستاذ بيير بيرتيلو، أهلا بك. ومن إسبانيا الناشط السياسي صحراوي الأستاذ الطالب علي سالم، أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك طالب يعني لتحدثنا عن أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لكم، وإلى ماذا يهدف، لا سيما وأنه يأتي في وضع استثنائي. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. بالطبع وكما أشرتم هذا لا يعتبر مؤتمرا عاديا لجبهة البوليساريو، بل هو مؤتمر تاريخي ومؤتمر استثنائي لعدة عوامل. العامل الأول منهم هو أنه أول مؤتمر بعد العودة أو إعلان العودة للكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي، والعامل الثاني هو أنه أول مؤتمر حيث الشعب الصحراوي متوجه بطريقة شاملة ومطلقة نحو بناء استراتيجية عسكرية جديدة لتصعيد الحرب وفرض السيادة والاستقلال. هو مؤتمر يعني لمراجعة الذات ورص الصفوف بين القاعدة والقيادة لجبهة البوليساريو والقاعدة الشعبية. هو مؤتمر للتخلص من كل العوائق الداخلية والتوجه نحو يعني وحدة وطنية ترسخ وتجسد إرادة وكفاح وثورة شعب الصحراء الغربية. وهنا أريد أن أشير بطريقة سريعة على شيء في غاية الأهمية، وهو أنه في يوم 10 مايو في سنة 1973 تم إقامة أول مؤتمر لجبهة البوليساريو على أرض الصحراء الغربية تحت شعار بالبندقية ننال الحرية. ويعني اليوم 50 سنة بعد ذلك يتم اليوم تنظيم هذا المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو تحت عنوان تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستمرار السيادة. واللافت هنا هو أنها البندقية كانت في أول مؤتمر للجبهة شعارا وعنوانا، و50 سنة بعد ذلك يعني البندقية هي عنوان و
هو شعار هذا المؤتمر، وهذا يعتبر رسالة واضحة من طرف شعب الصحراء الغربية إلى قيادته وإلى عدوه المغربي وإلى دول المنطقة وإلى أصدقائه وإلى خصومه على أنه شعب الصحراء الغربية متوجه نحو يعني الكفاح والتصعيد والمقاومة، وخصوصا التصعيد العسكري حتى الوصول إلى بسط سيادة الدولة الصحراوية على كل أراضيها. فنحن كصحراويين نعلم علم اليقين أنه الوضع الحالي ليس بجنة بالنسبة للصحراويين، فهناك الكثير من المعاناة، لكن في المقابل الوضع بدون جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي هو سيكون عبارة عن جحيم نحو المجهول بالنسبة للصحراويين. نعم أستاذ بيير، يعني مؤتمر ينعقد في وقت حساس كما ذكرنا، ما الذي يتوقعه الاتحاد الأوروبي من جبهة البوليساريو، وكيف تتابع الدول الأوروبية هذا المؤتمر؟ الدول الأوروبية تنظر باهتمام هذا المؤتمر لأن السياق هو الحرب الأوكرانية التي تغير الأمور، بحيث أن الوقت هو تعزيز موقف الجزائر والذي هي منتج ومصدر للمحروقات لا سيما للغاز، ونعرف أن هناك محاولات مغازلة الجزائر من قبل إيطاليا وفرنسا لكي والتي تريد أن تأخذ مصالح الجزائر بالحسبان، وننتظر لنرى قرارات هذا المؤتمر وموقف الجزائر أيضا منه. علينا أن نبقى حذرين. أعتقد أن دولة كإسبانيا بالنسبة للبعض يمكن أنها ارتكبت خطأ بالخروج عن موقفها المتوازن في هذا الملف، ونرى أن علاقاتها الاقتصادية مع إسبانيا ساءت وهذا يؤثر عليها سلبا في أزمة الطاقة. لن نريد اتباع الموقف الإسباني تحديدا ليس في فرنسا، ونريد أن نستمع إلى مطالب البوليساريو حتى وإن لم يعترف الأوروبيون وفرنسا بهذه المنظمة، ولكن موقف فرنسا والموقف الأوروبي لن يتطور بالاتجاه الذي يرغب به المغرب الذي يريد أن الاعتراف بسيادتها الكاملة على الأراضي الصحراوية، وكما اعترفت بذلك الولايات المتحدة. نحن سنراقب وسنبقى حذرين في تصريحاتنا لأننا لا نريد إغضاب الجزائر حتى وإن بقينا أصدقاء وشركاء للمغرب. نعم دكتور عبد الفتاح، مؤتمر يهدف كما ذكرنا إلى انتخاب قيادة جديدة، ويدور حديث عن رسم استراتيجية سياسية وعسكرية جديدة لمحاربة الجانب المغربي. كيف ينظر المغرب برأيك إلى هذا المؤتمر؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك. والله هذه مهزلة في الحقيقة تضحك لها الثكلى. جماعة من المرتزقة خارج أي شرعية، لا يعرفون شيئا لا عن انتخابات ولا عن تقرير مصير ولا كل هذا الكلام. يحتجزون مئات الناس في مخيمات خارج رقابة وخارج سلطة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مهزلة حتى البوليساريو يعترض عليها. المصطفى البشير السيد الشخصية الذي يعتبر أخ مؤسس البوليساريو يعترض على طريقة إبراهيم غالي كيف استقدم زبانيته، يفرق عليهم السيارات، يعطيهم المنافع لكي يصنع لنفسه عودة، وهو المهزوم الذي فشل في أن يوطن بوليساريو في القرقرات بعد فشله والصفعة التي تلقاها. أيضا حرب 700 بيان عسكري كلها في مخيلته على الفيسبوك، لا يوجد منها شيء واحد، لا تقارير من أورسو ولا الأمم المتحدة ولا وكالة أنباء واحدة في العالم تتحدث عن استقصاءات وعن أخبار حروب في هذه المنطقة. كل الكلام عن جرائمه، عن الطريقة المخزية التي ذهب بها إلى إسبانيا وانتهت باعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي وبمغربية الصحراء
الصحراء. الأخ من فرنسا يتكلم، لا أعرف هل هو وزير خارجية فرنسا أم باحث ويحلل، يتكلم عن أوروبا وغير أوروبا، ولا نريد أن نذهب في اتجاه إسبانيا وأن إسبانيا خرجت من موقفها المتوازن. أي موقف متوازن كان لإسبانيا أيها الأخ الكريم؟ وأنت تعرف أنه إسبانيا كانت طوال 47 سنة هي من صنعت هؤلاء المرتزقة وكانت تدعمهم بالمال وبالسلاح، بل أكثر من ذلك. الآن إسبانيا صححت موقفها، الآن إسبانيا تدعم الشرعية الدولية، تدعم الحكم الذاتي الذي منذ العام 2007 جميع قرارات مجلس الأمن تخصص له فقرة للحديث عن جديته وعن مصداقيته وعن قابليته للتطبيق. الآن المرتزقة في وضع لا يحسدون عليه. الجزائر تورطت أكثر، يعني الجزائر التي تقول أنا لست طرفا، الآن وكالة الأنباء الجزائرية تتكلم عن 2000 مؤتمر وتتكلم على أنها توفر معدات ومساعدات وتنقل عناصر البوليساريو إلى المخيمات. يعني الجزائر تحشد لإبراهيم غالي لكي تعيد اجترار نفس الأسطوانة، لأنه الحقيقة التي يريدون أن يخبئوها من خلال هذا المؤتمر السخيف وغيره، والذي لا يعني شيئا، لأنه الخطيئة الأساسية المنظمة، منظمة بوليساريو منظمة غير شرعية، منظمة إجرامية تتعامل فيها 100 عنصر يتواجدون في داعش ويتواجدون في بوكو حرام وفي نفس الوقت يتواجدون في منظمة بوليساريو. ما يفعلونه الآن هو كله هروب من الواقع الأليم الذي يعانونه منذ أن مات محمد عبد العزيز منذ إذن، وإبراهيم غالي في الفشل تلو الفشل، والآن سيركم المزيد من الفشل. الحديث عن أنه هذا البوليساريو يرص الصفوف، أي صفوف سيرص بوليساريو؟ بوليساريو الآن يجند الأطفال. أستاذ من فرنسا، ألا يمكن أن تتكلم عن هذا؟ البوليساريو يجند الأطفال. طيب. هذا لم نشاهده دكتور عبد الفتاح، ونشاهده في سنتوسع بهذا بعد قليل، لو سمحت ابقى معي. الطالب استمعت إلى هذا الطرح، ولكن فيما يتعلق بالبوليساريو وجبهة البوليساريو داخليا خلال هذا المؤتمر سيتم تغيير القيادة كما ذكرنا، وبإضافة إلى إبراهيم غالي هناك مرشح آخر. نتحدث عن البشير مصطفى الأخ الأكبر لمؤسس البوليساريو. ما حظوظ غالي إذا، لا سيما وأن هناك معارضة شديدة داخلية لقيادة غالي لكل هذا الصراع والحرب ضد المغرب؟ بعيدا عن هذه الزوبعة من طرف ضيفكم من الرباط، وهذا دليل واضح على يعني الوضع الذي يتواجد فيه الاحتلال المغربي. لا دكتور عبد الفتاح لو سمحتوا، لا نريد ان يعني لا نريد مقاطعة يعني بعضنا البعض، وهذه ليست مناظرة، نريد التحليل وكل لا لو سمحتوا بالحديث إلي. طيب لو سمحتوا مع الطالب، لو سمحت. طبعا أنا أشكرك على الإشارة إلى أن عدم المقاطعة، لكن أنا لا يمكن أن أسكت عن يعني الاتهامات المباشرة للصحراويين يعني الذين يتم اتهامهم من طرف ضيفكم بالمرتزقة إلى آخره، ولا أرد على هذه الاتهامات حتى ولو كانت اتهامات زائفة. بعيدا عن هذه الزوبعة من طرف ضيفكم من الرباط التي تشير على نرفزة نظام الاحتلال المغربي الذي يعيش في واقع موازي، حيث أي يعني خطاب يعارض ما يقوله المغرب هو خطاب خاطئ، وهذا رأيناه الآن في مهاجمة ضيفكم من الرباط، ليس فقط لي كصحراوي بل لضيفكم من باريس. جوابا على سؤالك، أريد أن أشير على أنها قضية الصحراء الغربية أو جبهة البوليساريو لا تتعلق بالأشخاص، بل نحن لدينا هذا المؤتمر، وهو كما قلت مؤتمر تاريخي وقرار من سيقود المرحلة القادمة والاستراتيجية العسكرية والسياسية والدبلوماسية القادمة. سيكون خيار الشعب الصحراوي في الأيام المقبلة، وسيصوت الشعب الصحراوي على الأشخاص الذي يراهم مناسبين لقيادة المرحلة الجديدة لقيادة الشعب الصحراوي لتحرير كل أراضيه. لكن وأقولها بكل صراحة، رغم كل الخلافات الداخلية التي يمكن أن تكون موجودة داخل جبهة البوليساريو أو حتى داخل المكون الصحراوي، وهذا شيء طبيعي في كل المجتمعات، إنما هذه الخلافات لا تأتي إلا من عمق يعني الإيمان والحرص على المشروع الوطني وعلى مسار الثورة والكفاح والمقاومة من أجل الوصول إلى الاستقلال التام وتحرير كل أراضي الصحراء الغربية. فنحن اليوم نعيش مرحلة مصيرية في حرب مفتوحة ضد الاحتلال المغربي، وكما قال ضيفكم من الرباط الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ودول الجوار ودول المنطقة وحتى الاحتلال المغربي يراقب هذا المؤتمر، ونحن يعني كصحراويين نتوجه لهذا المؤتمر بآمال وبيعني إرادة واضحة من أجل التصعيد في المعركة العسكرية خصوصا، لكن التصعيد في المعركة السياسية
لفرض هذه السيادة. فلقد رأينا انتصارات لا زالت مرفوعة من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الذي يدعم بطريقة واضحة استفتاء في الصحراء الغربية، وكل مجهودات الشعب الصحراوي ستسير في تطبيق هذه القرارات الأممية وهذه القرارات الإفريقية لبسط سيادة الدولة الصحراوية على كل أراضيها المحتلة. نعم أستاذ بيير، الرئيس الفرنسي استبعد شن حرب جزائرية مغربية في هذه المرحلة، وهناك تم الإعلان عن قمة مغربية إسبانية مطلع فبراير المقبل. هل الدول الأوروبية تحاول تهدئة الأمور بين الجارتين وأيضا تهدئة التوتر في الصحراء بسبب مصالحها المتعلقة بالغاز؟ نعم بلا شك، مرة أخرى أقول أن الوضع في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية بلا شك هي عنصر جديد، ذكرت ذلك، وهذا يعزز مكانة الجزائر حتى وإن لم يأتي الأمر حتى الاعتراف بجبهة البوليساريو. بالنسبة للمغرب، دول أوروبا كانت يرغب المغرب أن تنضم دول أوروبا إلى الموقف الأمريكي. هذا غير متوقع على الأقل بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ربما دول أوروبية قريبة من الولايات المتحدة قد تنضم إلى هذا القرار الأمريكي المعترف بالمغرب بمغربية الصحراء، ولكن نحن نناور بين رغبات المغرب وبين مواقف الجزائر. ولكن هناك أمر آخر بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، هي التسليح وتعزيز القدرات العسكرية للبوليساريو. نحن نعرف أن روسيا هي لاعب جديد في أفريقيا. هناك عودة روسية إلى هناك بعد الحقبة الشيوعية السوفيتية، وتحديدا إلى مناطق نفوذ فرنسية تاريخية في مالي مثلا، خاصة وأن الأغمة العسكرية هناك داعمة لروسيا. هناك قلق أوروبي من نفوذ روسي في هذه المنطقة الساحلية الصحراوية، وهذا جزء، والصحراء جزء من هذا النزاع. وإذا ما تحولت روسيا إلى لاعب أساسي مع تحالفها مع الجزائر، نحن نعرف أن في مالي الجزائر أعطت موافقة بأن تعزز روسيا قدراتها هناك، وهذا هو قلق استراتيجي بأن يكون هناك تعزيز لقوات البوليساريو بالتوازي مع نمو نفوذ روسيا. ونذكر أن روسيا هي حليف لإيران، ورأينا التعاون العسكري الإيراني الروسي بتزويد إيران بالمسيرات لروسيا. وإذا ما بدأنا نشهد هناك محور روسي إيراني جزائري، يمكن أن يتحول الأمر إلى عنصر تأثير سلبي في الصحراء، وهذا يجب أن يقلق المغرب. لا زلنا بعيدون عن هذا، ولكن مصلحتنا نحن كاتحاد أوروبي وفرنسا أن نمنع هذا النمو لقوة روسيا في المنطقة بالتعاون مع إيران. دكتور عبد الفتاح، هل هناك بالفعل خشية لدى المغرب من تغيير القيادة في البوليساريو؟ يعني هل هناك أي استعدادات معينة تجريها المغرب في هذه المرحلة؟ لا، المغرب في موضوع البوليساريو، المغرب لا يأبه بهذا البوليساريو بأي شيء من أشيائه. المغرب مشكلته الأساسية وأنه نزاع إقليمي. البوليساريو مجرد حذاء يلبسه العسكر الجزائري، سواء أجاء البشير المصطفى السيد أم بقي إبراهيم غالي أم قاموا باستنهاض عبد العزيز من القبر. بوليساريو هو بوليساريو، جماعة إجرامية إرهابية تنشط مع الجماعات الموجودة في الساحل والصحراء، لا أقل ولا أكثر. لأنه إذا كانوا يتكلمون عن الانتخابات، إذا كانت هذه اللحظة التاريخية المهمة جدا، بوليساريو لم نشهد له في يوم من الأيام انتخابا واحدا مع المحتجزين في المخيمات لكي نعرف هل يمثلهم أم لا، مع أنه يتبجح دائما بأنه يمثل ما يسميه شعبا في وهمه وفي مزاجه. في الأقاليم الجنوبية المغربية، في الساقية الحمراء وفي وادي الذهب في داخل العيون، الانتخابات تنظم كل 5 سنوات. تقارير المينورسو كلها لم تتكلم في يوم من الأيام على أنها تشكك في مصداقية وفي نزاهة الانتخابات التي يشارك فيها أبناء الرقيبات. أما فيما يتعلق ببوليساريو، بوليساريو مدان اليوم في إسبانيا التي نتكلم عنها. إسبانيا، مؤمن الإسباني يلاحق
تلاعب البوليساريو بملفات اللجوء، ومن ضمنهم ويعني أوجه لضيفك من بلباو أنه ملفه سيعالج، لأنه لا علاقة له أساسا بالساقية الحمراء ووادي الذهب، هو أساسا موضوع انتحال، موضوع ملف مفبرك من أجل الحصول على لجوء. بوليساريو مجموعة من المرتزقة يتاجرون بأحلام الناس، ببؤسهم، بالأطفال، يتاجرون بملفات اللجوء في أوروبا. لماذا أراد أبي بشرى البشير أن لا يبقى في منصبه في اوروبا واراد ان لا يذهب الى الولايات المتحده الامريكيه؟ لانه ابي بشرى البشير بالمناسبه الذي يتكلم باسم بوليساريو في اوروبا شخص موريتاني ينتمي الى الزويرات، لا علاقه له بمنطقه النزاع اصلا، وهذا الشخص الذي يتكلم لا علاقه له بمنطقه النزاع. هذه امور وتفاصيل نحن نعرفها، لاننا نحن ابناء هذا الوطن الذين اكتوينا 47 سنه بمؤامره على ارضنا سخرت فيها. كان الاتحاد السوفيتي باكمله كان يدعم هؤلاء المرتزقه حينما كانوا شيوعيين، الان اصبحوا يشتغلون في منحى اخر، اصبحوا جماعه ارهابيه تغذي الارهاب في الساحل والصحراء. موضوع اوروبا الذي يتكلم عنه الاستاذ، والله قال كلاما مهما، جمله مهمه قال ضيفكم من باريس، انهم يناورون بين الموقف الجزائري والموقف المغربي، بمعنى ليس لديهم موقف مبدئي. مجموعه من الدول الاوروبيه فعلا ومن ضمنها فرنسا ايضا، نخب في فرنسا، وانا احسب الاستاذ الذي يتكلم من باريس على النخب الفرنسيه التي لا تناور بل تنافق حقيقه في هذا الموضوع. تعرف ان المغرب مظلوم في هذا النزاع المفتعل على ارضه، المغرب مظلوم في النزاع الذي سببه الاستعمار الفرنسي والاستعمار الاسباني. مزقت ارض المغرب، وحينما شرع المغرب في استرجاع ارضه صنعت له هذا المسمار في الظهر، او يعني الشوكه في الظهر. والان المغرب يقاوم بالوسائل السلميه، بالنضال في الامم المتحده، بالشرعيه الدوليه، بالتحالفات. يعني نعم دكتور تتكلم عن الاتحاد الاوروبي، ما هو الاتحاد الاوروبي في اخر المطاف؟ سوى حاصل مواقف الدول الاوروبيه. اذا كانت هولندا وبلجيكا وحتى ايطاليا اعطت موقفا ايجابيا دكتور عبد الفتاح، مكافحه داعش اعطت موقفا ايجابيا من الحكم الذاتي. الدول الاوروبيه كلها وصلت الفكره دكتور عبد الفتاح، الفرنسيه نفسها تدعم الشرعيه الدوليه. كلام يعني كلام خارج سياق، خارج نقاش. وصلت الفكره، للاسف لا تبقى لي فهي زوبعه في فنجان. طيب وصل الفكرة، ابقى معي. الطالب يعني ذكرنا التحركات الأوروبية لتهدئة الوضع، وحتى أن إسبانيا في هذه المرحلة تريد طوي صفحة الخلاف مع المغرب. ما خيارات البوليساريو في ظل هذا؟ يعني هل تسعى الجبهة إلى البحث عن حلفاء وداعمين جدد؟ قبل الإجابة عن سؤالك أريد أن أعقب بطريقة سريعة على ما باختصار لو سمحت. وهو الشيء يعني بطريقة مختصرة يقولها دائما، هو الحديث عن الأصل ويوزع، يعني هو والله مغربي جالس في الرباط ويوزع يعني تحديد الهوية على من هو صحراويا ومن هو ليس صحراويا. فهناك إلى أين تنتمي في الساقية الحمراء ووادي الذهب؟ إلى أين تنتمي في الساقية الحمراء ووادي الذهب أنت؟ لا لو سمحتما هناك بدون مقاطعة من فضلك، هناك مثال صحراوي يقول الشلح لهم يتبيضا يشوف فجلوا، أنتم أتيتم في مسيرة المجاعة إلى الصحراء الغربية والآن تتحدثون عن من هو صحراوي ومن هو ليس صحراويا. أنت شلح. لا يمكن بهذه الطريقة دكتور عبد الفتاح لو سمحت. إذا أردنا أن نتحدث عن الأصل فيعني لا أريد أن أفضحك أمام العامة. طيب لا يمكن بهذه الطريقة. الطالب لنعود إلى سؤالي لو سمحت. أن تقول أصلك أنا مستعد أن أسرد لك سمحتما. الطالب ودكتور عبد الفتاح لا يمكن بهذه الطريقة. الطالب لنعود إلى سؤالي، وما خيارات الجبهة في ظل؟ طيب لا نريد أن نشخصن الموضوع. لا نريد أن نشخصن الموضوع. الطالب وعبد يا أخي لا علاقة لك أنت بالموضوع. طيب لو سمحتما الطالب. لا الطالب لنعود لو سمحت إلى سؤالي، ما خيارات البوليساريو برأيك؟ لا دكتور عبد الفتاح لا يمكن بهذه الطريقة لو سمحت. طيب دكتور عبد الفتاح لو سمحت. مختصرة. بطريقة والله أسف على أمر ضيفكم من الرباط، بطريقة مختصرة لا أريد فتح موضوع الأصل لأنك تفتقر الأصل أصلا ولا أريد فتح هذا الموضوع. أنت لا أصل لك. لا يمكن بهذه الطريقة لو سمحتما. الطالب إذا لم كن يعني إذا لا تريد الإجابة عن خيارات البوليساريو أريد أن أتوجه إلى ضيفي إلى بيير لو سمحت. لا احتراما للوقت جوابا على لو سمحت بجملة لو سمحت. هو أننا نحن في مرحلة يعني نعيش آخر حلقة من حلقات يعني تحرير أراضي الصحراء الغربية، لأنها الأمم المتحدة لا زالت تقول أنها أرض محتلة، الاتحاد الإفريقي كذلك، الاتحاد الأوروبي كذلك. فما بقي أمام هذا الرفض المغربي، ما بقي من خيارات لجبهة البوليساريو سوى تصعيد المعركة وتصعيد الحرب، ويعني التوسع في حربها على نظام الاحتلال المغربي وفرض جاهزية
جيش التحرير الشعبي الصحراوي لفرض سيادة الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية وفرض سيادتها على كل أراضيها المحتلة. نعم أستاذ بيير، شكل وهوية قيادة الجبهة هل برأيك يمكن أن يؤثر على الموقف الأوروبي من ملف الصحراء؟ لا أعرف إذا ما كان تطور البوليساريو ستكون له تداعيات، ولكن يبدو أن تجديد إدارة غالي تعكس الخط الخشن للجبهة مقارنة بخط أكثر اعتدالا كان يعارض خط غالي. ولكن إذا ما استمر الرئيس الحالي في قيادة الجبهة ربما هذا الخيار يعكس استمرار الخط المتشدد. ابقى معي لو سمحت، أريد تعقيب أخير. للأسف لم يتبقى لي الوقت. بجملة دكتور عبد الفتاح قبل أن ننهي هذه الحلقة، بجملة. أنا أعتقد بوليساريو انتهى، يعني كل ما يقومه هو مجرد حلاوة روح، يعني الآخر فرفرة أو آخر يعني ركلة يقوم بها بوليساريو وهو يذبح، وقد ذبح تماما. انتهى بوليساريو، انتهى كل غبائهم. الآن المعركة التي يتكلم عنها معركة للأسف لم يتبقى لي الوقت. البحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور عبد الفتاح نعوم حدثنا من الرباط. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي الصحراوي الطالب علي سالم والباحث في معهد دراسات الأمن في أوروبا بيير بيرتيلو. شكرا جزيلا لك. بهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذا المساء. أشكركم على حسن المشاهدة والى اللقاء.